هو اليوتيوب بيكسب فلوس كتير. يعني انا في يوم من الايام ممكن ابقى مليونيره ومعايا فلوس كتير واعمل ثروه واجيب كل اللي انا عايزاه. اه يا جماعه، اليوتيوب بيكسب فلوس كتير جدا، واكبر دليل على كلامي القنوات المليونيه والقنوات الكبيره. لو بصينا لحياتهم في الاول كانت عامله ازاي ودلوقتي بقت عامله ازاي، بقوا في حته تانية خالص ما شاء الله. بس كل ده ما جاش بين يوم وليله، تجي مع الصبر والاجتهاد والاستمرار زيه زي اي وظيفه. علشان نوصل للي احنا عايزينه بقى لازم نستمر ونجتهد ونشتغل كويس ونسيب الباقي على ربنا. علشان نطلع السلم ما بنطلعوش مره واحده، بنطلع السلم درجه درجه. المهم نبدا ونجتهد ونستمر ونسيب الباقي على ربنا. يلا بينا نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى ماميز في الدنيا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهاردة كله تفاؤل وتشجيع وطاقة إيجابية، فكملي معايا الفيديو للنهاية، وما تنسيش اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة لو لسه أول مرة تشوفيني، وان شاء الله هتستفيدي. طيب انا كنت اتكلمت في فيديو قبل كده ازاي تفتحي قناة على اليوتيوب بدون الظهور للناس اللي حابة كده، الناس اللي مش عايزة وشها يظهر على القناة بتاعتها، يعني مجرد صوتك بس على الفيديو. وقلتلك على كذا فكرة بسيطة، ولكن في افكار تانية كتير ان شاء الله هنزلها لكم في فيديو قريب. انما في الفيديو بتاعنا ده النهارده هقولك واعرفك ازاي تفتحي قناه بكل سهوله وتكون مصدر رزق ليكي ان شاء الله. كلنا عارفين دلوقتي ان كله متجه لليوتيوب، لفتح القنوات عليه، لعل وعسى تشتغل معاهم وتبقى مصدر رزق ليهم. وكلنا طبعا بنشوف اليوتيوبرز بدأوا من تحت خالص وبقوا ايه دلوقتي وحياتهم بقت عامله ازاي. طبعا اكيد تعبوا واشتغلوا لحد ما وصلوا للي هم فيه دلوقتي. محدش بيوصل بين يوم وليلة، لا لازم نتعب ونجتهد ونشتغل كويس علشان نحقق اللي احنا عايزينه. انتي ليه ما تبدأيش وتجربي ومش هتخسري حاجة وانت قاعدة في بيتك، وبدل ما بتدفعي باقة النت وانت بتتفرجي بيها بس على اي حاجة، لا انت اولى بفلوسها وانك تستفادي بالنت عندك وتفتحي قناة ليكي، مش يمكن تكون فتحة خير عليكي وعلى بيتك. وطبعا دلوقتي مفيش بيت مفيهوش نت، لا ده في الصعيد وفي الارياف وفي المحافظات كله، وستات كتير في الصعيد فاتحة قنوات وفي الارياف كمان، وما شاء الله شغالين كويس جدا. ما بقاش فيه زي زمان ايه ده انا افتح قناة والناس كلها تشوفني وتشوف حياتي، ولا انا بعمل ايه ولا لابسة ايه ولا باكل ايه. لا المفهوم ده اتغير تماما. طيب في سؤال هيتسأل لي او حد هيقول لي طب انا اصلا ما بعرفش افتح قناة. هقولك ببساطة جدا، هتدخلي على اليوتيوب وتكتبي ازاي افتح قناة على اليوتيوب، هيظهر لك فيديوهات كتير جدا شرحة ومبسطة الموضوع من الألف للياء، يعني الموضوع سهل جدا. ابنك او بنتك ممكن يفتحوا لك القناة دلوقتي بكل سهولة. الاطفال الصغيرة دلوقتي بتفتح قناة على اليوتيوب ببساطة جدا، سواء يوميات او جيمينج، فبقت سهلة مش صعبة. انوي انت بس وتوكلي على الله، وابدأي بقى في الحاجة اللي بتحبيها اللي شاطرة فيها، اللي ممكن تفيدي بيها غيرك وتكون عن اقتناع وحب، لانك لو مش حابة الحاجة اللي هتقدميها مش هتنجحي فيها والقناة مش هتنجح معاك. طيب السؤال برضو اللي هيخطر على بالك، ازاي اطلع الفيديو بجودة عالية واضاءة كويسة زي ما بشوف على باقي القنوات؟ هقولك يا حبيبة قلبي، ابدأي بالإمكانيات البسيطة اللي عندك في الأول، ولما ربنا يكرمك إن شاء الله طوري من نفسك وهاتي احدث حاجة. يعني على سبيل المثال المكان اللي هتصوري فيه زودي الاضاءة بلمبة تكون اضاءتها كويسة، اضاءة عالية. مش معنى كده اني بقولك هاتي كهربائي وغيري كهربة الشقة والكلام ده، لا خالص، لمبة قوية انت ممكن تركبيها بنفسك عادي خالص. اما بالنسبة للموبايل ابدأي باللي عندك، مش لازم تنزلي وتشتري احدث حاجة علشان تصوري، لا خالص، ولا تكلفي نفسك. احنا لسه بنقول يا هادي وواحدة واحدة ان شاء الله وهنطور من نفسنا. انا بدأت بموبايل عادي خالص ورخيص على فكرة وعلى قده، وبقول هي دي امكانياتي دلوقتي والحمد لله، ولما ربنا يكرمني والقناة تكبر اكيد هغير واطور من نفسي. وفي كمان استندات او رينج لايت، حاجة اسمها رينج لايت لتزويد الاضاءة برضو.
بيستخدم كمان كحامل للموبايل، بيساعدني برضو في التصوير لو انا قناتي فيها طبخ او هتحرك كتير وهكذا. فانا بجيب الستاند ده او الرينج لايت ده واحط عليه الموبايل واثبت عليه الموبايل وابتدي اصور منه. وعايزه اقولك ده موجود في العتبه وسعره رخيص جدا، يعني في حدود 200-250 جنيه، وفي منه طبعا احجام واشكال والوان واسعار رخيصه واسعار غاليه. فابدأي الاول باللي على قدك وقد امكانياتك. تمام. يعني لو بصيتي في اي قناه كبيره دلوقتي من القنوات المليونيه، ارجعي كده لفيديوهات القناه اول لما بدأت كان التصوير والفيديوهات فيها عامل ازاي، تلاقيها على قدها خالص وبسيطة، والإضاءة كمان بسيطة. ولما ابتدت تتعرف وتكبر أكيد طوروا من نفسهم وغيروا الأدوات اللي بيستخدموها. فأنا عايزاكي ما تكلفيش نفسك في الأول في البدايات. يعني لو نفرض إنك ما كملتيش لأي سبب من الأسباب، يبقى ما خسرتيش حاجة خالص ولا كلفتي نفسك. عايزاكي تفهميني وتمشي معايا خطوة خطوة. طيب فتحتي قناة وتمام وعايزة تنزلي فيديو عليها، فلازم قبل ما تنزلي الفيديو ده لازم يكون متمنتج. طب امنتج ازاي؟ ما هو علشان تنزلي فيديو لازم تكوني عامله عليه مونتاج، وطبعا في برامج كتير للمونتاج وافضلهم هو برنامج اسمه كاب كات، وده بتنزليه من على جوجل بلاي عادي خالص. برنامج المونتاج علشان تظبطي الفيديو، تقصي منه، تحذفي منه اي حاجة انت مش عايزاها تظهر. وعن طريقه برضو بتتعلمي منه ازاي تعلي الصوت، ازاي تلغي الصوت الفيديو الاساسي لو في دوشة حواليكي وعايزة تركبي برضو صوت. وبرضو بيفيدك ازاي تكتبي على الفيديو، او عايزة تحطي مؤثرات او الوان، حاجات كتير جدا جدا موجودة في برنامج المونتاج. برنامج المونتاج ضروري جدا ولازم يبقى موجود عندك، اي برنامج تفضليه علشان تقدري تجهزي الفيديو قبل ما تنزليه على القناة بتاعتك. ومع الوقت بتتعلمي واحدة واحدة كل حاجة، والامور بتبقى سهلة وبسيطة بالنسبة لك. لازم تتعلمي وتتعبي وتجتهدي. عايزة اقولك ستات كتير ما معهاش شهادة ومش متعلمة وفاتحة قنوات علشان عندها هدف وعايزة تحققه. ممكن في البداية اي حد يعلمك ويفهمك، وانتي بعد كده اللي تكملي لوحدك. يعني ما تستنيش ابنك او بنتك او حد من قرايبك او جوزك يمنتجلك او تتحايل عليه، واللي يقولك مش فاضي واللي ما يسألش. خليكي قوية وعندك اصرار، واعرفي انتي كل حاجة لنفسك، لان ده مشروعك اللي بدأتيه ولازم ينجح على اكمل وجه. عايزة برضو افكرك بحاجة مهمة، انا بس مش عايزة انسى حاجة، فماشية معاكي واحدة واحدة. لازم ضروري تهتمي بالصوت في الفيديو، لان لو الصوت واطي او مش كويس المتابعين مش هتكمل الفيديو. فلازم يكون عالي. انا ممكن ما اتفرجش على الفيديو ولكن ضروري اسمعه، فلازم جودة الصوت تكون عالية، مفيش دوشة حواليكي، مفيش ازعاج للمتابع. تمام. عايزة اقولك حاولي على قدر الامكان وانتي بتسجلي الصوت يكون في مكان هادي مفيهوش اي ازعاج ولا دوشة، ويكون يعني في وقت كده يعني ما فيش اي حاجة حواليكي فيه. ومن اسباب نجاح القناة والفيديو بتاعك الصورة المصغرة للفيديو والعنوان. لازم تحطي عنوان يجذب المتابعين ويشدهم ولكن ما يضللهمش، يعني ما يبقاش كذب، يعني العنوان في حتة والفيديو في حتة تانية خالص. اغلب القنوات بتعمل كده علشان تجيب مشاهدات. عايزة اقولك انت كده بتفقدي الثقة عند المتابع، وكمان اليوتيوب بيحذف الفيديوهات دي وبتخسري قناتك. بالنسبة للصورة المصغرة في برنامج حلو جدا اسمه كانفا، انا عن نفسي بستخدمه، حلو جدا لكل حاجة سواء فيس او يوتيوب او غيره شامل. هتلاقي فيه صور مصغرة لليوتيوب زي قالب كده، وانتي بتحط عليه اي صورة حباها في الفيديو اللي هتنزليه. انا بحاول اختصر واوضح لك كل حاجة ببساطة. وعايزة اقولك برضو لو دخلتي على اليوتيوب وكتبتي ازاي اعمل مونتاج على للفيديو بتاعي على القناة، هيوضح لك، هيجيلك كذا فيديو بيشرح لك ازاي تعملي المونتاج وازاي بتعملي صورة مصغرة وازاي بتكتبي عنوان. حطيتي اللايك يا ست الكل؟
طب صليتي بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الخطوة المهمة اللي بعد كده ان لازم يكون ليكي ميعاد ثابت لتنزيل الفيديو بتاعك، مش اي حاجة كده وخلاص. لما اليوتيوب يلاقيكي ملتزمة بميعاد محدد بيقترح فيديوهاتك، مش مرة تنزلي الصبح ومرة تنزلي بعد الظهر ومرة الساعة 2 بالليل. فانت لازم تهتمي بميعاد واحد وهو اللي تنزلي فيه الفيديو بتاعك. عايزة اقولك ضروري وحطي تحت ضروري دي مليون خط، الاستمرار ثم الاستمرار. يعني على الاقل فيديوهين 2 في الاسبوع، ولو زودتي طبعا بيبقى افضل. يعني ما تنزليش فيديو وبعد شهر او 15 يوم تنزلي فيديو تاني، لا كده اليوتيوب ما بيقترحش قناتك ولا فيديوهاتك. اليوتيوب عايز الاستمرار والاجتهاد والنشاط، علشان زي ما انت عايزة تستفادي هو كمان اكيد بيبقى عايز يستفاد. طيب وهو هيستفاد ازاي؟ طب انا عرفت ان انا طبعا اكيد عاملة قناة علشان اكسب منها واستفاد منها. هو هيستفاد ازاي؟ انه هيبقى في قنوات كتير وشغالة ومستمرة وتتفعل ويدخل عليها ربح، والمعلنين اللي عايزين يعلنوا اعلاناتهم ومنتجاتهم يكتروا. ما هو ده افادة لليوتيوب، لان اليوتيوب بياخد جزء من ربح الاعلانات وصاحب القناة بياخد جزء. يعني تقريبا صاحب القناة بياخد 55% واليوتيوب بياخد 45% من الاعلانات. فلازم تجتهدي وتستمري وتشتغلي وشوفي انت حابة ايه وشاطرة في ايه وايه اللي ممكن تقدميه وتفتحي بيه قناة، سواء بالظهور فيها او بدون الظهور اللي يريحك. انا بحاول اريحك وابسط لك الامور، وطبعا حضرتك عليكي الباقي. يلا اشتغلي علشان تزودي دخلك ويبقى معاكي قرش تجيبي كل اللي انت عايزاه، وما تفضليش حاطه ايدك على خدك. هما اللي وصلوا دول مش احسن منك. عايزاكي تشوفي اصحاب القنوات المليونيه والكبيره كانوا ايه ودلوقتي بقوا ايه. هما بدأوا من الصفر وتحدوا نفسهم، وتحدوا كل حاجة وتعبوا علشان يوصلوا للي هم فيه. وعايزة اقولك كمان هم ما وصلوش للي هم فيه ده بين يوم وليلة، لا طبعا مع الشغل والتعب والاستمرار وصلوا لكده. يعني مش هتفتحي قناة النهاردة وتقولي انا هقبض اخر الشهر، لا. لا طبعا، يعني مع الصبر القناة هتتعرف وتحقق الشروط، لان طبعا في شروط علشان القناة تتفعل ويدخل عليها ربح وتقبضي منها. فلازم 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة، والسنة دي تقريبا هو قللهم شوية ل500 مشترك و3000 ساعة مشاهدة. ولكن علشان ينزل على القناة اعلانات وربح فلازم يبقوا 1000 مشترك و4000 ساعة. وعايزة اقولك برضو ضروري تخلي بالك من حقوق الطبع والنشر. يعني ما ينفعش تاخدي فيديو من قناة تانية وتحطيها على قناتك، ما ينفعش تنزلي اغاني على قناتك على حقوق طبع ونشر او موسيقى او اي حاجة تكون خاصة بغيرك وتحطيها على القناة بتاعتك، لان ده بيؤدي الى حذف القناة من على اليوتيوب. فدي كانت نبذة بسيطة ازاي تفتحي قناة وتبدأي فيها وتجتهدي وتشتغلي بأبسط الامكانيات. اعملي اللي عليكي وسيبي الباقي على ربنا واعتبريه مشروع. واكيد اي حد مننا بيفتح مشروع بيبقى مهتم بيه، مهتم بيه جدا، لان طبعا بيحط فيه رأس ماله وعايز يكبره ويستفيد منه ويدخله دخل كبير. جربي ومش هتخسري حاجة. ابدأي بأقل الإمكانيات وانت قاعدة في بيتك، مش هتنزلي ولا هتتعبي، وممكن الموضوع ينجح ويستمر معاكي وتفتحي بدل القناة 2 و3. في كتير قنوات عاملة كده، وتوسعي رزقك ويبقى خير ليكي ولأولادك. وعايزة أقولك حتى لو لا قدر الله الموضوع فشل معاكي، فانت هتستفادي كتير وهتكوني صداقات وتكتسبي خبرات، ومش هتخسري اي حاجة. فيلا ابدأي وان شاء الله خير. توكلي على الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو حاجة بسيطة. ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك اللي بيرفع لي الفيديو وبيشجعني ان انزل فيديوهات تاني كتير. ولو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس ودوسي على علامة الكل علشان يوصل لك كل جديد. دمتم سالمين، مع السلامة.